كلمتين على الطريق. اوعوا تغلطوا الغلطة اللي انا وقعت فيها زمان. لسنين كتير كنت بفضل اندم 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 على حاجات كتيرة، اندم على ناس اديتهم اكتر من حجمهم، على اجازة ما استمتعتش بيها، على خروجة ما خرجتهاش مظبوط، على فرصة ضيعتها مني، على ورد ما قريتوش في وقته، على صلاة ما صليتهاش بخشوع، على حاجات كتيرة. يعني كل حاجة في حياتي، حاجات مثلا خاصة بتربية ولادي، كان المفروض أعمل كذا ما عملتش كذا، وأفضل أندم أندم أندم، وأفضل أجلد في ذاتي وأقعد أقول ليه عملتي كده. المشكلة بقى مش في الندم على قد ما كانت المشكلة في إن أنا الندم ده وكتر جلد الذات كان بيخليني مش عارفة أقف تاني وأقول أوكي لأ، it's never too late، وهبدأ تاني من أول وجديد. إلى أن وصلت لطريقة كده مع نفسي، إن أنا قعدت أقول لنفسي إيه، ربنا ولله المثل الأعلى بيغفر للناس وبيتوب عليهم وبيسامحهم وبيديهم فرص جديدة، وكتير من الوقت بيبدل سيئاتهم حسنات. فلما ربنا بيعمل كده، انتي مش عارفة تسامحي نفسك على الحاجات اللي انتي ما عملتهاش مظبوط. اخدت بقى من النقطة دي نقطة انطلاق. اي فرصة كانت ضايعة خلاص راحت، مش نصيبي، ابدأ من اول وجديد. اي حاجة عملتها، اي ذنب عملته عادي بستغفر وبتوب وباخد منها درس وعبرة ان انا ما اعملش كده تاني. اي خروجة لا بتبسط بيها على الاخر. لو يعني للأسف مثلا ما صليتش بخشوع على حاجة، بستغفر ربنا وتاني يوم لازم أعوض. فأنا عشت فترة طويلة قوي حابسة نفسي في جلد الذات والندم على اللي راح، وده مش صح. هل أنا لوحدي في الموضوع ده ولا أنتوا كده كمان زيي؟ ولو حد فيكم زيي عرف يبطل ولا لأ، قولولي بقى، قولولي في الكومنتس عملتوا إيه في الموضوع ده.